بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحدث الشاعر سعدون قاسم عن أغنية جتني الصبح وعيونها ذبلانة التي غناها المطرب العراقي سعدون جابر، وقال: كنت في أول شبابي قد تعرفت على بنت وأحببتها، وذهبت لخطبتها مع كبار القوم فرفضتني، وأرسلت لها مرة أخرى فرفضتني أيضا، وأهملت الموضوع. وفي يوم كنت أسير على الجسر بالصدفة، فشاهدتها وعاتبتها وقلت لها: لماذا رفضتيني وقد أرسلت لك الخطابة كما يقولون لكي أخطبك؟ فقالت لي: لماذا دائما تأتي لخطبتي وأنا أرفضك؟ أليس لديك كرامة؟ يقول: بعد ذلك أهملت الموضوع واشتريت كرامتي، وتقريبا أهملت الموضوع ونسيته، وأصبحت مدير دائرة. وفي يوم كنت أفتح مكتبي لأتناول فنجان قهوتي، وإذا بتلك البنت تدخل علي على المكتب في الصباح الباكر، وهي بشعر غير مرتب ووجه تعبان وعيون مليئة بالدموع، وتقول: أنا فشلت في زواجي. فقلت لها: الآن انتهى الموضوع وأنت على ذمة رجل آخر، فاذهبي. فتركتها تذهب، وخرجت إلى باب مكتبي وأنا أنظر إليها وهي تبتعد حتى ابتعدت عن ذاكرتي تماما. شكرا.